انا مش باكل وبتخن ومش عارف اعمل ايه، انا عندي كرش، انا كل شويه بطني بتكبر، انا فخادي كل شويه تزيد. انا اقول لك ازاي بتتخن من غير ما تاكل اصلا، والمشكله دي بيكون سببها ايه؟ اول حاجه التجويع. لما تبقى ماشي على دايت بلان معينه وتيجي تقول مثلا انا مش عايز الوجبه دي، انا هشيل الوجبه ديت، فتفتكر ان انت كده بتخس اسرع، بس هي مش ماشيه كده، هي بتمشي عكس كده. ان جسمك بيترجم الكلام ده كله على ان هو في مرحله تجويع. يعني ايه مرحله تجويع؟ يعني اللي هو مش داخل له كميه اكل كفايه، فبالتالي بيقلل من نشاط الاجهزه بتاعته. تفتكر ان انت كل ما تاكل كميه اقل فانت كده بتبقى احسن، تخس اسرع. الجسمك ما بيترجمش الكلام ده كده، بيترجمه ان انت تخلوش كميه الاكل اللي هو عايزها. حتى لو عامل عجز سعرات قليل، لا انت بتروح عامل عجز اكبر بكتير، فبالتالي جسمك حاول يحافظ على المخزون اللي عنده اطول فتره ممكنه، فبتقل نشاط الاجهزه. انت لما تيجي تاكل فانت بتاكل كميه قليله اصلا، فخلاص بياخد الكميه دي يخزنها، لان هو مش عارف هيخش له اكل تاني امتى، فبالتالي بتزيد دهون، بالتالي بتتخن. تقول انا بتخن ان انا ما باكلش. عرفت بقى انت بتتخن ليه؟ عشان جسمك بيترجم ده ان هو في ازمه وعايز يعدي. تاني حاجة قلة الحركة، بيخلي معدلات الحرق تقل عندك، فلما معدلات الحرق تقل بيكون معدل تخزين الدهون أعلى. طبعا مفيش حد بيحب كده، حتى لو انت رفيع وعايز تتخن، انت بتبقى عايز تتخن عضلات مع نسبة دهون، بيبقى جسمك متناسق. تالت حاجة العصبية والتوتر والقلق والاكتئاب والزعل، الكلام ده كله بيزود هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول ده بيعشق حاجة اسمها تخزين الدهون، بالذات في البطن والرجلين. رابع حاجة النوم متقطع والسهر وقلة النوم اصلا، كل ده بيعمل لخبطة في الهرمونات، زي انت بتبقى عايز تاكل بقى بالليل بقى بعد الساعة 12، يا مزاج. اخر حاجة بقى الاوفر ثينكينج، اي حاجة بتفكر فيها زيادة عن اللزوم، زي المستقبل، يا رب انا عايز اتجوز مش عارف اتجوز ازاي، طب الشغل اللي انا فيه دوت زهقت منه بس لو سبته مش عارف هعمل ايه، طب انا مش لاقي شغل اصلا، طب انا نفسي اشتغل في مجالي. كل الحاجات دي بتقعد تفكر فيها بقى بافراط، وتفضل بقى تزعل وتتضايق. خلاص خليك ماشي بمبدأ انا عندي المشكله ديت اعرف احلها، خلاص يا باشا دوس وحلها. مش هتعرف تحلها خلاص تقول عندك يا رب، انت حلها بقى من عندك. انا لما قدرت ان انا مش هقدر احلها، بس تكون فاهم المشكله انت مش بايدك تحلها. يعني انت لو بايدك حلها دوس يا باشا حل، متقدرش تفكر كتير، لان ده كله بيصب عليك انت في الاخر. سلام.